راديو كاسيت. معاكم إيمي يوسف من سلسلة حكايات لمسة ذهبية. راديو كاسيت. مالك يا أمي وليه الدموع؟ ردت وقالت لي قلبي يا بنتي مكسور وموجوع ملوش دوا. قلت لها احكي لي يمكن اقدر اخفف ألمك. قالت لي يا بنتي احكي حكايتي يمكن قلبه يرجع، عشان النار اللي جوايا مش هيطفيها الا بالموت. وهنا دموع العين بتكوي يا الله. عارفين يعني ايه اخوات؟ يعني لحمة ودم، ظهر وسند، الناس اتربوا سوا واكلوا من طبق واحد، حلموا يفضلوا لبعض طول العمر. وهنا بدأ الخراب من واحدة غريبة دخلت البيت باسم مرات الأخ، ولكنها في الحقيقة خنجر مسموم. مش كل واحدة تتجوز أخوكي تبقى أختك. في واحدة بتيجي تلم وتبني، وفي واحدة بتيجي ومعاها الهدم والخراب. تتظاهر إنها واحدة منكم وهي جاية تفرق الدم وتقطع الوصول، تزرع سم قاتل في عقل الأخ، وفجأة يبعد عن أمه اللي سهرت عليه وشالت همه ونسي فضلها. العيلة والحب بيتحولوا لهدم كامل بسم أسود بيجري في شرايين البيت. رسالة: افتكر قول الله تعالى: واتقوا الله الذين تسألون به الأرحام. اسأل نفسك لما تقع مين هيشيلك؟ اللي فرقتك عن أهلك ولا أخواتك اللي هيفضلوا سندك مهما حصل؟ فوق قبل ما تضيع السنين. رسالة لكل أخ: اوعى تبيع اخواتك وأهلك بسهولة، لأنك لو خسرتهم أكبر خسارة إنك تخسر نفسك. كانت معكم يوسف من سلسلة حكايات لمسة هاي.